بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القبض على أول شبكة دعارة في مصر. أستأذنكم بس دقيقة واحدة. أصدقائي وصديقاتي داخل الوطن العربي وخارج الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم، أنا بحبكم أوي 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 والله. ربنا يفرحكم زي ما فرحتوني بكل هذا الكم من الحب والمشاهدات واللايكات والاشتراكات، ده كتير عليا أوي والله جدا، وربنا يديم المحبة يا رب وأكون عند حسن ظنكم. وبالنسبة للأخ طارق علي المصري المقيم في سويسرا، أنا بعتب عليك يا طارق. أنا مش إخوانجي والله يا ابني، مش إخوانجي، أنا شاب مصري عادي جدا، ولا مع ولا ضد. أنا بس بقول الحقائق بصراحة قوي، حتى ولو كانت محرجة لبعض الأشخاص، من غير خوف، لأن إحنا دلوقتي في عصر حرية، عالم كله مفتوح على بعضه. اللهم إن لي أصحاب عزاز عليا جدا جدا في المخابرات، بستمد منهم بعض المعلومات عن زمن فات. إيه ده شعر ولا إيه؟ بعض معلومات عن زمن فات، ورزق ورزقهم على الله. وكفايه رغي لحد كده بقى، ونخش في الموضوع يا جماعه. سيداتي سادتي، عود على بدء. اهلا بكم في المصطبه، حكايات ليله القبض على اول شبكه دعاره في مصر التي تدعى شبكه الرقيق الابيض. احنا اللي يهمنا في الموضوع ده كله يا جماعه حاجتين اتنين. اولا، من هم الفنانات المتورطات في هذه الشبكة والتي أطلق عليها شبكة الرقيق الأبيض كما قلنا؟ ثانيا، وده الأهم، كيف توصلت المخابرات المصرية إلى معرفة الشبكة دي والقبض عليها؟ وقبل ما نتكلم أحب أعرفكم إن كشف الشبكة دي جاي بصدفة الصدفة البحتة، لا هي شطارة ولا فهلوة، وعلى رأي الشاعر الجاهلي: وما من شيء تحسبه يخفى على الناس إلا ويعلمي. وقبل ما نبدأ موضوعنا نشوف الأول الصور والأسماء لبعض أفراد هذه الشبكة. واحد، ميمي شكيب، دي المعلمة الكبيرة وزعيمة الشبكة، شبكة الرقيق الأبيض. اتنين، زينب مصطفى نصر والشهيرة بالفنانة زيزي مصطفى. تلاتة، ماري نزار جوليان والشهيرة باسم الفنانة ميمي جمال. أربعة، إجلال زكي، فاكرين كلنا مسرحية سك على بناتك بتاع شريهان وفؤاد المهندس. خمسة، عزيزة راشد. ستة، مشيرة إسماعيل، كانت واخدة البطولة في قدام عادل إمام في الواد سيد الشغال. سبعة، ناهد يسري، فاكرين كلنا فيلم سيدة الأقمار السوداء، معروفة اللي فيها شبه مديحة كامل دي. 8، كريمة علي محمد حنفي، الشهيرة بكريمة الشريف. 9، سامية حسن صبحي الشهيرة بسامية شكري. 10، عفاف أحمد وشهرتها فيري. 11، مها عزت. دي بعض الأسماء اللي وردت في القضية، كلها موجودة يعني، ما فيش حاجة مستخبية. المهم يا جماعة، كل دولت طلعوا براءة بقدرة قادر، سبحان الله. طلعوا براءة بعد 6 شهور من الحبس. والمعلمة الكبيرة ميمي شكيب من كتر ضرب السجينات اللي معاها لها في السجن ومعايرتها وفضيحتها، أصيبت يا عيني إيه بالصماء بكماء، لا تسمع ولا تتكلم. وخرجت من السجن بعد 6 شهور وهي على هذا الوضع، وتعالجت نفسيا في مصحات بعد خروجها، واصيبت بالفقر حتى بعد ان السادات عمل لها معاش شهري. وكان اخر عملها حيث استعان بها سمير صبري في فيلم السلخانه سنه 83، طبعا كنوع من ايه المعونه ومن الايه المساعده. والدور كان لا يتناسب مع مشوارها الفني الطويل، كنوع من المساعده عشان تقدر تعيش. وفي 20 مايو سنه 84، وبعد ان اعلنت انها، خدوا بالكم بقى، اعلنت انها ستكتب مذكراتها عشان معاش فلوس هتصرف، وكالعاده القيت من الدور التاسع من شقتها حتى ماتت وهي كانت خطت 80 سنه. وقيدت القضيه ضد مجهول، وسلم لي على صفوه الشريف. انا جاي لكم في الكلام اهو، واللي ما فيش حد يعرفه كتير يعني، ان سكينة السادات ابنة زعيم الراحل السادات هي السبب الغير مباشر سبحان الله في القبض على هذه الشبكة، وده لب الموضوع. ودقيقتين كده هقول لكم ازاي
الموضوع ده. والاغرب بقى من كده وكده ان صفوت شريف نفسه، واللي قلنا عليه سابقا في حلقه سابقه الصول الموافي واسمه الحركي، ده اسمه الحركي في المخابرات، وقلنا ان هو شخصيه من اقذر واذبل الشخصيات التي ظهرت في مصر من عصر فرعون موسى حتى الان. يعني تفوق على الحجاج بن يوسف الثقفي الجبار، وعن ابن ذي الجوشن اللي قطع رقبة سيدنا الحسين، وعن يزيد بن معاوية، وعن أبي العباس المنصور سفاح الدولة العباسية وجد هارون الرشيد. على الأقل دول كان لهم مبادئ، لهم قيم بيحاربوا عشانها ويتجبروا عشانها. أما هذا الرجل يا جماعة فليس له لا مبدأ ولا دين ولا ملة. تصوروا بقى إن هذا الله صفوت ولا شريف هو ايضا سبب زي سكينة سادات، سبب غير مباشر سبحان الله في القبض على تلك الشبكة اللي هو نفسه اسسها بسبب غلطة عملها طبعا. وهي كان ايه؟ كل اللي قرب للدفاع من سعد حسني، احنا طبعا حكينا عن رواياته مع سعد حسني في قضية التنظيم السري والكنترول والكلام ده. ده مجنون سعد حسني يا جماعة. صفوت شريف ده اللي بيحكوا عنه ده مجنون سعد حسني، كان بيعشقها. حتى الشرايط لما كان خدها وخباها معاه كان بيستغلها عايزها هو عايزها له شخصيا. المهم اي حد كان يقرب للدفاع عن سعاد حسني وتخلصها من ايديه صفوت كان بيشيله من طريقه تماما، شيله شيل. فلما سعاد حسني حكت لعبد الحليم قام العلاقه اللي كانت بينهم والجهاز العرفي، حكت لعبد الحليم عن استغلال صفوت ليها وبالشرايط، والموضوع خلص وصاح نصر اتقبض عليه والدنيا راحت وخلاص. بس هو مسك الشرايط مخباها من المخابرات، كان معاه جزء تاني نسخ تانية مخبيها لحسابه الشخصي. فاشتكت لعبد الحليم، فعبد الحليم ذهب مباشرة إلى مكتب عبد الناصر مباشرة، ابنه المدلل يا جماعة، ابنه المدلل، واشتكى له من صفوت. طبعا عبد الناصر مسك صفوت هزقه قال له ابعد عن سعاد يا صفوت. يعمل ايه بقى عمنا صفوت عشان اللي عمله عبد الحليم فيه؟ عايز يرد بقى اللي حصل له، يرد له الصعصعين. يجي في حفله مشهوره من حفلات عبد الحليم في شام النسيم ويأجر شويه بلطجيه عشان يبوظوا له الحفله لعبد الحليم. وفعلا قاموا بعمل هرج ومرج في الحفله، والحفله كانت انها تتلغى، وعبد الحليم ساب المسرح ونزل. وطبعا النقاد والصحف باين ايه ده عبد الحليم ده مغرور، ده نسى نفسه ولا ايه، وبيزعق كمان للجمهور. وكانت مشكله كبيره جدا في مسيره عبد الحليم الفنيه طبعا. ده عبد الحليم. نرجع لموضوعنا بقى. الكلام كله على فكره مربوط ببعضه، مش عايزكم تتوهوا مني، الكلام كله مربوط ببعضه، كلام كتير وكله مع بعضه يصب في مجرى واحد. نرجع لموضوع رقيق الابيض. بعد ما مات عبد الحليم سعاد حسني بقت وحيده، فكان تصاحبت مع مين؟ مع عازف الجيتار عمر خورشيد، وكان صديق المقرب له. عمر خورشيد عازف الجيتار المشهور اخو شريهان. فشكت له برضه، قالت له لسه صفوت شريف قرفني في عيشتي ومش عارف اخلص منه ازاي، ورايا في كل مكان. كان عمر خورشيد كان جريء جدا ومقرب جدا من الرئيس السادات. طبعا ما هو اللي راح معاه اسرائيل وعزف هناك على الجيتار في اسرائيل لما السادات راح القدس، وكان معاهم الاديب الكبير يوسف السباعي ونقاد وصحفيين ومشايخ من مشايخ الازهر. وعلى فكره يوسف السباعي كان ايامها كان وزير الثقافه. وعلى فكره كل اللي راح اسرائيل مع السادات اهدر دمهم وماتوا اتقتلوا بما فيهم السادات نفسه. المهم راح عمنا عمر خورشيد ودخل على مكتب صفوت الشريف نفسه، دخل على صفوت نفسه مكتبه سلطه بقى، وزعق له ورمى الاوراق على مكتبه في وشه وقال له يا صفوت احسن لك تبعد عن سعاد حسني، ابعد عنها. صفوت يعمل ايه؟ شالها له، ما اتكلمش، ضحك ما اتكلمش بس شالها له، وقال في نفسه ايه؟ لازم اتخلص من عمر ده باي طريقه قبل ما يفضحني عند السادات ويفضحني. يوم صفوت يعمل ايه؟ يطلع اشاعه في مصر كلها. شوف الجبروت بتاع الراجل، يطلع الاشاعه في مصر كلها ان سكينه بنت السادات على علاقه او بتحب عمر خورشيد. وراح للسادات كمان وقال له يا ريس انا سامع ان سكينه بتحب عمر خورشيد والناس بتتكلم من يوم ما راح اسرائيل معاك. وانتوا عارفين ان عمر كان وسيم بقى، وسيم وكان وجميل وكان شخصيه وكان يعتبروه خليفه لعمر لرشدي اباظه. وانتوا عارفين كمان ان الرئيس الراحل كان دماغه صعيدي، انور السادات صعيدي ولا يقبل باي حال من الاحوال
حد يمس سمعه اهله. انت تتكلم في اي حاجه في السياسه يقول انك تتدخل في اسرار سواء كانت صحيحه او كاذبه في الاسره الحاكمه. المهم السادات زعق لصفوت وقال له انتوا كلكم كدابين، مش عايز اسمع اي حاجه عن الموضوع ده تاني، بعيدوا عني. هنا بقى التقط صفوت الشريف طرف الخيط واوهم نفسه وصدق نفسه ان دي اشاره من السادات بالتخلص من عمر خورشيد، وزي ما بيقولوا في المثل جات له زبده على فطيره. وسادات يا عيني لا كان يقصد حاجه، وكان اصلا عارف ان بنته متربيه كويس، ده بنت سادات يا جماعه، وكان عارف انها اشاعه. لحد هنا حلو حلو. نرجع تاني للرقيق الابيض، خلي بالكم الكلام كله مربوط مع بعض عشان ما تتوهش مني. لحد هنا لسه ما عرفناش ايه علاقه سكينه فؤاد بالقبض على شبكه ميمي شكيب الرقيق الابيض. نرجع بقى للنص الثاني من الستينيات. اشتهرت الفنانه ميمي شكيب بتنظيم الحفلات والسهرات في منزلها الخاص بحي الزمالك الشهير اللي هو حي الاغنياء والطبقه الارستقراطيه. تدعو بقى كل رجال المجتمع من الفنانين والادباء والسياسيين والوزراء. ثم بدأ ينضم للحفلات بعض القادة السياسيين من الدول العربية وبعض السفراء من الدول العربية وخصوصا ليبيا. ركز بينا مع ليبيا، هنا مربط الفرس ليبيا. بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ساءت العلاقة بين مصر وليبيا. خلي بالك ان كله مربوط ببعضه، ما توهتش على الموضوع يا جماعه، انا معاكم وركزوا معاه بس. بعد وفاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ساءت العلاقه بين مصر وليبيا بعد تولي السلطه الراحل انور السادات. العلاقه مش بين مصر وليبيا، بين قذافي والسادات نفسه. بعد ايه؟ لان قذافي كان بينظر للسادات بعنصريه شديده، ما كانش بيشوف فيه انه يصلح خليفه لعبد الناصر، يعني كان مستصغره ومستقله. وعلى فكره القذافي ده كان مجنون رسمي رسمي فعلا. يعني مثلا كان فاكر نفسه مؤلف وعامل كتاب مسميه الكتاب الاخضر، كان فيه شويه حكم واقوال، وكان عايز قال ايه يعملوا دستور لليبيا. يعني مثلا من حكمه ومأثوراته في الكتاب الاخضر، اسمعوا هتضحكوا والله هتضحكوا جدا. بيقول هذا المعتوه: لا تشربوا الماء بعد اكل السمك. ليه يا قذافي؟ قال لك جايز جدا السمك يصحى ويقوم تاني يعوم. شوفوا التفاهه. المهم كان السادات بذكائه عارف ان هو ايه مجنون، وكان بيستفزه، فكان ما بيردش عليه لانه كان مشغول طبعا بالاعداد لحرب 73. ظلت العلاقه بينهم بارده حتى انتصار اكتوبر. بارده بينهم، ما يكلموش بعض او يطنشوا السادات وكده. حتى ايه لما انتصرنا في حرب اكتوبر هنا بقى الغيره بقى تحولت الحرب البارده بين قذافي والسادات لعداوه صريحه، حيث كان قذافي ايه ليل نهار بيسب السادات بالفاظ بذيئه بين جدران القصور وفي الحفلات والسهرات مع ميمي شكيب هو وزراءه وكده واللي معاه. بعد حرب اكتوبر بقى تحول هذا السب والهجاء والشتائم المتخفيه الى صفحات الجرائد ووسائل الاعلام، وكان ده كله مرصود ومعروف من اجهزه الامن المصريه من خلال مراقبه حفلات ميمي شكيب، واللي كانت بتضم زي ما قلنا كبار رجال القاده، ومنهم القاده الليبيين، ومنهم عبد السلام جلود. دي الليله كلها بقى خليكم فاكرين الاسم ده يا جماعه، عبد السلام جلود. هنا مربط الفرس، هنا نقف، هنا عبد السلام جلود ده السبب الحقيقي والغير مباشر، غير صفوت الشريف وسكينة السادات، السبب الحقيقي الأساسي للكشف عن شبكة والقبض على شبكة الرقيق الأبيض. إزاي بقى؟ تعالوا نربط بقى كل الكلام مع بعضه. في إحدى سهرات عبد السلام جلود، وزير دبلوماسي وزير من وزراء القذافي، في إحدى سهراته أخذ يشرب الخمر ويهزي بكلمات عن السادات ويشتم فيه وابنة السادات كمان سكينة، وده على علاقه مع غراميه مع عمر خورشيد وتكلم وسب وشتم في الاثنين. السادات ما يهموش نفسه انما بنتي. المهم وكل اللي عمل الاشاعه دي كلها من الاصل هو السافل صفوت الشريف، ودي كانت القشه التي قطمت ظهر البعير. وما ان وصل الخبر لعمنا السادات حتى امر بمراقبه خطوات عبد السلام جلود وعد خطواته خطوه لما ينزل مصر. وفعلا لاحظت المخابرات ان جلود
عبد السلام جلود بينزل مصر مرتين في الشهر كدبلوماسي، ولاحظوا ان في كل مره لا ينزل الا عند ميم شكيب في شقتها بحي الزمالك، بس ما يعرفوش ايه اللي بيحصل جوه في الخباثه ولا موضوع الشبكه دي، ماشي، ولا يعرفوا حاجه عن الليله دي كلها. آه ولا موضوع الشبكه دي لحد دلوقتي، يعني دخلوا عليه بيراقبوه، والموضوع كله جه بالصدفه. والله ازاي بقى؟ الخادمه فتش عن الخادمه. الخادمه اول ما شافت الشرطه داخله انهارت. اول ما شافت الشرطه واعترفت على طول حتى من قبل ما يسالوها، قالت لهم انا ماليش دعوه، انا بشتغل عند ميم شكيب من 7 سنين، ومن يوم ما جيت لقيت الموضوع ده على الوضع ده على هذا الحال. وهي اللي قالت على الاسماء كلها، وكل واحده بقت ايه تجيب الثانيه. واتضح ان المبالغ اللي كانوا بياخدوها سنه 74 القبض على هذه الشبكه كان سنه 74. اتضح ان كل المبالغ كانت بتراوح من 50 جنيه ل 150 جنيه، واتقبض عليهم كلهم. وزي ما قلنا طلعوا براءه بعد 6 اشهر، براءه بقدره قادر. ودي كل الحكايه ودي كل القصه عن شبكه الرقيق الابيض. أرجو سيداتي سادتي وأصدقائي وصديقاتي تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة، ولا تنسوا الجلوس على كلمة زر الاشتراك لكي يصلكم مني كل ما هو جديد وعجيب إن شاء الله. لكم مني ألف ألف تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.